السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب ثانوية عامة، ايه الأخبار؟ طبعا امتحنتوا العربي والفيزياء ومخلصين الإنجليزي وناقص لنا الكيمياء والأحياء. بص بقى، انسى اللي فات وركز في اللي جاي. انت عندك 120 درجة، حوالي 40% من الدرجة النهائية، فركز فيهم وسيبك من اللي فات، وده الأهم. ممكن تعوض في الاثنين اللي جايين دول إن شاء الله، الكيمياء والأحياء، واللي فات ده كله ما يكونش له لازمه بالنسبه لك. فاتك معانا كده في الكيمياء وان شاء الله زي الفل باذن الله. زي ما احنا قلنا ان معاكم في المراجعه، طبعا ده مجانا لوجه الله. النهارده هنجمع او هنبدا نجمع منهج الكيمياء في صوره افكار اللي جايه في الامتحان. ركز في الافكار اللي هقولها ديت، لان الافكار دي هتلاقيها في امتحان بكره. امتحان بكره، خد بالك. بس ساعتها بقى بدعي لي وقول لي ربنا يكرمك. ركز معايا جدا، انا هقول شويه افكار كده في كل باب، هتلاقيها ان شاء الله معاك في الامتحان اكيد 100%. ماشي يا بطل؟ يلا بينا مع بعض. انا سبت لك الباب، كل باب الى افكار الامتحانات اللي غالبا هتيجي في الامتحان بالمنظر ده بالظبط. احل على كل فكره كده 5 6 اسئله عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. الباب الاولاني، وعلى فكره انا كتبت الاسئله بخط ايدي وما رضيتش اعملها كمبيوتر علشان احس باللايف. انا بحب اكتب الحاجه بخط ايدي افضل يعني. عندنا يا سيدي اول فكره انا بسميها فكره اكس. ايه فكره اكس دي بقى؟ انه بيدي لك عنصر اكس او عنصر اكس واي زد، ويبدا يسالك عن خواصهم، عن جهد التأين، كتله ذريه، كثافه، عزم، وهكذا، توزيع الكتروني، الكلام ده. مثال بيقول ايه؟ في الجدول التالي رتب العناصر حسب الكثافه. حسب الكثافه. طيب، اكس موجب 3 الدي فيها 2، يعني معنى كده مجموعهم 5، يعني 4s2 3d 3، يعني فاناديوم كده، ده فاناديوم. اوكي، فقد 2 ومعاه 2 يبقى تيتانيوم. فقد 3 ولسه معاه 4 يعني 7، كده منجنيز. منجنيز. وعاوز يتحسب كثافه. طبعا الكثافه لما بنمشي في في الدوره الكثافه بتزيد، يبقى اقل حاجه تيتانيوم، ثم فاناديوم، ثم منجنيز، يبقى واي ثم اكس ثم زد. واي اقل من اكس اقل من زد. تمام؟ طيب سؤال تاني برضو اي بي سي، برضو شويه عناصر يا باشا، ورتب حسب الكتله الذريه. طبعا هنا اكيد هلعب على النيكل على اعتبار ان في شذوذ في الكتله الذريه. فقد 4 ولسه معاه 6 يعني مجموع 10، يبقى ده نيكل. نيكل. فقد 4 ومعاه 5 يعني 9، كده كوبالت. فقد 2 ومعاه 9 يعني 11، يبقى هو ده نحاس. طيب انا الكتله الذريه ايه نظامها؟ هي طبعا بتزيد لغايه الكوبالت، تقل في النيكل، ثم تزيد في الايه؟ في النحاس. وده معناه ان اقل حاجه نيكل ثم كوبالت ثم نحاس. نيكل ثم كوبالت ثم نحاس، يبقى ايه اقل من بي اقل من سي. A B C رقم 2. السؤال اللي بعده 3 عناصر X Y Z. العنصر X Y المستوى 3D نص ممتلئ، يبقى انا كده دماغي راحت على حاجتين، كروم ومنجنيز. اوكي. طب والزد اكثر نشاط، يبقى معنى كده في السلسله طبعا يبقى الزد ده سكنديوم. حلو، زد سكنديوم، واي واكس دول كروم وايه؟ ومنجنيز. رتب حسب العزم المغناطيسي، علما بان واي اكبرها عدد ذري. واي اكبرها عدد ايه؟ ذري. ده معناه ان الواي منجنيز،
والاكس كروم. تمام. طيب نيجي بقى موجب 3. سكنديوم موجب 3 عزمه بصفر. صفر. منجنيز موجب 3 هم اصلا كلهم 7 شال 3 يبقى عزمه ب4. عزمه ب4. كروم موجب 3 عزمه ب3 يبقى 0 3 4. يبقى زد اقل من اكس اقل من واي. زد اقل من اكس اقل من واي. اختار رقم 1. تمام. عنصر اكس عامل حفاز في تحضير النشادر. حلو. تحضير النشادر وعنصر اكس يبقى حديد. حلو. وعنصر واي اكسيدو عامل حفاز في تحضير حمض البنزويك. يبقى ده V2O5 يبقى قصده على الفاناديوم. يبقى بنتكلم في حديد وايه وفاناديوم. طب السيليكا بقى المكونه من اتحاد العنصرين دول مع الكربون، يعني حديد وفاناديوم وكربون، يعني صلب ومعاه فاناديوم. صلب فاناديوم طبعا عمل ايه؟ عمل صلب المقاوم للصدأ؟ لا. حديد صلب؟ لا. زنبرك السيارات؟ طبعا الاجابه الصحيحه رقم 3. تمام. عنصر اكس بيكون مع الحديد سبيكه اصلب من الصلب. اللي بيكون مع الحديد سبيكه اصلب من الصلب هو المنجنيز. منجنيز. طيب اكسيدو الثلاثي. اكسيدو يحتوي على كم مفرد؟ 3 مفرد. طب ده اكسيد نوع ايه؟ المنجنيز اصلا عامل ازاي؟ 4s2 3d5. بيقول لك اكسيدو اللي يحتوي على كم مفرد؟ 3 مفرد. يعني فقد كام عشان يبقى معاه 3 مفرد؟ هم اصلا 7. عشان يبقى 3 يفقد 4. معنى كده انا بتكلم على منجنيز رباعي Mn موجب 4. يعني بتكلم على MnO2 اكسيد المنجنيز الرباعي. هل يستخدم في عمل مسحوقات التجميل؟ طبعا لا. عامل حفاز تحضير الاكسجين؟ طبعا الاجابه صحيحه. اوكي. خلاصه هنا انا بحاول اوصل لاسم العنصر واربطه مع استخداماته او توزيعه او ايا كان السؤال. نكمل برضو عشان نفتكر اكتر برضو مع بعض. 3 عناصر A و B C. العنصر A جميع مركباته بارة. طالما قال لي جميع مركباته بارة يبقى انا يا باشا في المجموعه الثامنه. يعني حديد يا كوبالت يا نيكل. العنصر B جميع مركباته ضايع. يبقى بالنسبه لي يا خرسين يا اما سكنديوم. اوكي. سي جميع اوربيتالاته تمت الامتلاء في الحاله الذريه او مركباته. يعني دايما الدي ممتلئ يبقى اكيد ده خرسين. اوكي. يبقى ده سكنديوم. يبقى عرفت ان البي سكنديوم. البي سكنديوم. وعرفت ان السي خرسين. وان الاي حاجه بقى حديد او كوبالت او نيكل. نشوف كده مع بعض. الاي سكنديوم لا. طب الاي سكنديوم والبي خرسين برضو لا. طب الاي كوبالت ممكن. اي كوبالت وبي نحاس؟ لا مش نحاس. طب الاي نيكل ممكن والبي سكنديوم تمام. حاول بقى توصل لايه؟ لخواص العنصر من توزيعه، مكانه، خواصه كده. عنصر بيتسبب جهد التعامل السادس في كسر مستوى رئيسي. طالما دي كده ده معناه ان هو عنصر تكافؤ خماسي، يعني اخره 5. اكيد فاناديوم. الفاناديوم طبعا 4s2 3d3. السؤال بيقول يقع في العمود نقط والمجموعه نقط. طبعا فاناديوم في العمود الخامس بالظبط. الخامس، العمود الخامس. وفي المجموعه هتبقى 5 دي. العمود الخامس المجموعه 5 دي. تمام.
اللي بعدها عنصر اكس من عناصر السلسله الاولى. المستوى ام المستوى الثالث يحتوي على الكترونات ضعف ال. كده معناها الام اصلا والال 8 ده ضعفها، يعني ده 16. يعني المستوى الثالث فيه كام؟ 16. طب حلو قوي. 16 دول متوزعين فين يا باشا؟ متوزعين ما بين ال 3 اس وال 3 بي وال 3 دي. هم كلهم 16. حط 2 هنا و6 هنا، كده 8. يبقى الدي فيها 8 كمان. يبقى اذا هو ينتهي ب 3 دي 8 وقبلها فوق اس 2، يعني من الاخر نيكل. وصلت ان هو نيكل؟ اوكي. طيب نيكل. عاوز بقى الغير صحيح. الغير صحيح. النيكل بيكون سبيكه تمتاز بارتفاع غليانه وانصهاره، اللي هي سبيكه النيكل كروم، صح. يشذ في الكتله الذريه، طبعا صح. يقاوم مع الصلب تاثير الاحماض، طبعا صح. لكن هو عامل حفاز في تحضير النشادر؟ لا، ده الحديد. غلط طبعا. اوكي، مثال كمان مع نفس الفكره. عنصر ام له حالتين تأكسد. بيكون ضايع في الحالة الأقل وبارة في الحالة الأكبر. خد بالك الحتة دي حلوة أوي، حلوة أوي أوي. طالما قال لك ضايع في الأقل وبارة في الأكبر، معناه كل ما يفقد المفرد يزيد، تعرف إن هو في الآخر. يعني تعرف إن هو من أول الحديد كده، مش في أول، من أول السلسلة، من أول الحديد كده بيحصل. يعني حديد كوبالت نيكل كده. حديد كوبالت نيكل. نحاس ممكن برضو. عنصر ان بيكون بارة في الحالة الذرية. لما يكون الحالة الذرية بيبقى بارة، وضايع في حالة التأكسد الوحيدة اللي هي موجب 3، أكيد سكندري طبعا. كده عرفت ان العنصر الأولاني اللي هو ام ده في الآخر، والعنصر ان في الأول سكنديوم. طيب ام في الاخر بقى ما اعرفش هو بقى كان يكون كوبالت، كان يكون حديد، انا ما اعرفش، بس هو في الاخر يعني. بس الان في الاول سكند. طيب هل الام اللي في الاخر اكثر نشاط؟ لا طبعا. هل الام اللي في الاخر اكثر نشاط من ان؟ طبعا برضو لا. هل ان اللي في الاخر اكبر كثافه؟ هو اكبر كثافه صح، لكنه اقل نشاط من هنا. اقل نشاط، من كل ما امشي النشاط بيزيد، بيقل قصدي. بدي ماشي. شوف الاخير كده، اما اقل نشاط واكثر كثافه. هي دي طبعا الاجابه دي زي دي. اقل نشاط واكثر كثافه، الاجابتين صح. هو اقل ايه؟ نشاط واكثر كثافه. هذه يا باشا فكره من الافكار. فكره اكس واي زد دي جايه في الامتحان، جايه في الامتحان. خلصنا؟ ماشي. نغير حاجه ثانيه. مثلا هنخش على الحديد شويه. لعبه على مراحل الانتاج، التجهيز، الاختزال، الانتاج. بيقول لك اي ممالي لا يحدث عند التحميص، سيدرايت او ليمونايت. تحميص، التحميص بيعمل ايه؟ بيزيل الشوائب الموجوده في الخام. طيب لا يحدث، ولك لا يحدث انتاج خام احمر، لا بيقول خد احمر. بيطلع هيماتايت اف 2 و 3. بيرفع نسبه الحديد في الخام، الشوائب بتقل فالنسبه بتعلى معاك. فصل الشوائب في صوره صلبه، لا دي غلط، في صوره غازيه مش في صوره صلبه. تمام؟ طيب العمليات التي تؤدي الى اللي بتتم على نواتج تنظيف الافران لانتاج سبيكه خطوط سكك حديديه. طالما قال لك نواتج تنظيف الافران، تعرف انك تبدا بكلمه تلبيد. تلبيد. اوكي؟ لانتاج سبيكه، يبقى انت هتعمل سبيكه في الاخر، يعني عمليه انتاج وخطوط سكك حديديه، يبقى هتضيف منجنيز اكيد. يبقى هبدا بتلبيد وهضيف منجنيز في الاخر. يعني الاجابه بالنسبه لك يا 2 يا 4.
طب تلبيد ثم اختزال ثم اضافه فاناديوم؟ لا. طب تلبيد ثم اختزال ثم اضافه المنجنيز؟ صح. البد ثم اختزل يبقى حديد ثم احط له بعد كده منجنيز يكون سبيكه. الاجابه رقم 4. طيب الرسم المعبر عن كتله خام الحديد عند تحميص السدرايت. تحميص السدرايت، لما بحمص السدرايت ايه اللي بيحصل له؟ هو FeCO3 لما بتتسخن بيطلع اول معادله FeO وCO2 وترجع FeO تتاكسد تاني تطلع Fe2O3. خد بالك كده الوزن بيقل ويرجع تاني يبدا يزيد، يعني يقل ثم يزيد. اختار ثابت يزيد ويثبت، يقل ويثبت، ولا يقل ثم يزيد؟ يقل ثم يزيد. ناخد بالنا يقل ثم ايه؟ يزيد. 4 لما نسخن مين في دول في الهواء يحصل ايه؟ خدها قاعده احنا قلنا قبل كده، اللي بيزيد دايما اللي بيزيد هو Fe وFeO وFe3O4. دول تسخنوا في الهواء يزيدوا. طب اللي بيقلوا الباقي بقى كله، سدرايت، ليمونايت، كبريتات حديد، هيدروكسيد حديد ثلاثي، ده كله ده بيقل. طيب تقل كتله FeO؟ لا FeO بتزيد. تقل كتله FeCO4؟ لا بتزيد. تزداد كتله FeCO4 دي صح، لكن تقل FeO لا بتقل بتزيد، كده غلط. طب تزداد كتله FeO وتقل كتله FeCO3 اللي هو السدرايت؟ الاجابه الاخيره د. امن مالي يحسن خواص الخام كيميائيا. كيميائيا يبقى انت يا ريس خش على التحميص، دور على التحميص على طول. تحط سطحي لا، تحط عنصر مرغوب فيه غلط، ده انتاج غلط. اكسات الشوائب طبعا ده تحميص. قطعه من الحديد مرت بعمليه فيزيائيه الفيزيائيه، فالكتله اتغيرت من 4 ل 4 من 5 ل 4.2، يعني الكتله قلت. يبقى يا باشا هو عمل ايه؟ عمل تركيز، عمل تنقيه، شال شوائب يعني. طيب هل هي تحميص؟ لا. وقال كيميائيه ولا فيزيائيه؟ الفيزيائيه دي كيميائيه، يبقى غلط. فصل كهربي طبعا صح، بس نكمل. اختزال لا، عمليه فيزيائيه خد بالك. تلبيد ما بيعملش حاجه. الاجابه رقم ب، يا فصل كهربي يا فصل مغناطيسي يا توتر سطحي. شوف اخر سؤال بقى في الفكره دي. كبريتات حديد 2 سخناها طلع حاجه، طبعا هيطلع معروف ان هي هيطلع منها Fe2O3 وSO2 وSO3. هو كده كاتب سوليد يبقى ده Fe2O3 يعني اكسيد حديد ثلاثي. بعدين مرر عليه ميثان وبخار ميه وCO2، كده معناهم غاز مائي COH2، يعني بيختزل هيماتايت فيكون حديد. اوكي. وهنا برضو هيماتايت مع كربون وCO2، مع كربون مع CO2 لما يتفاعلوا مع بعض يبقى CO، يعني برضو اختزال هيماتايت يطلع برضو حديد Fe، يبقى هنا حديد وهنا حديد. اوكي. حديد بقى مع كلور يطلع ايه؟ يطلع FeCl3. طب حديد مع ايه؟ يطلع FeSO4. حديد مع حمض كبريتيك مخفف ضايل. طيب عشان احول Fe2O3 ل FeCl3 محتاج HCl مركز. كده ظبطت الشغل. طبعا تظبيط الشغل اهم من الشغل نفسه. كده ظبطت الشغل. بص على السؤال بقى. سي Fe موجب 3 عزم 4 لا عزم 5. W حمض ضعيف، حمض الكبريتيك حمض ضعيف لا.
دي حمض مركز طبعا، دي صح. طب نكمل. الايه مركب اسود اللون، الايه اللي ده Fe2O3 اسود اللون، لا هو احمر اللون. ادي يا باشا فكره تانية من الباب التاني اللي هي مراحل الانتاج. نغير كده فكره كمان، فكره بقى التحولات اللي هي مركبات الحديد ازاي تتحول لبعضها. بص يا باشا بيقول لك ايه؟ الترتيب الصحيح للحصول على كبريتيت حديد 2 FeS، كبريتيت حديد FeS من السيدرايت من FeCO3. انا عاوز اجيب FeS من FeCO3 من غير ما ابص على السؤال. طالما عاوز اجيب كبريتيد حديد يبقى لازما حصل للحديد نفسه FeS عشان يفعلوا مع ايه؟ مع S اتحاد مباشر. طب نشوف فكره ثانيه من افكار الباب الاولاني، فكره بقى التحولات اللي ايه؟ التحولات اللي مركبات لبعضها، ازاي تحصل على كذا من كذا. ودي مهمه قوي وجايه في الامتحان، يا بطل، جايه تربطهم مع ايه؟ مع بعض. الترتيب الصحيح للحصول على كبريتيت حديد 2 من السيدرايت، يبقى انت عاوز تجيب FeS من FeCO3. اوكي، طالما عاوز تجيب FeS يبقى لازم توصل ل Fe وبعدين تفاعله مع S اتحاد مباشر. اتحاد ايه؟ مباشر. فانا دماغي اخر حاجه اتحاد مباشر، يعني الاجابه بالنسبه لك يا ج يا ب. شوف كده ب وج. سيدرايت اعملوا الحل الحراري ماشي، هيطلع FeO، ثم اكسده هيطلع Fe2O3، بعدين نعمل اتحاد مباشر؟ لا طبعا غلط. طب هنا انحلال حراري، مع السيدرايت اهوت هينحل بالحراره الى FeO ثم CO2. اكسد ده ماشي، اما اكسده يبقى Fe2O3 اكسحاد ثلاثي. اختزل اختزال يبقى حديد Fe بقى فعلا مع S تطلع FeS وده اتحاد ايه؟ مباشر. يبقى انحلال، اكسده، اختزال تاني الحديد ثم اتحاد مع الكبريت. سؤال بنفس الفكره، الترتيب الصحيح لتحويل كبريتات حديد 2 FeSO4 الى كلوريد حديد 2. وطبعا لما هتشوف الامتحان FeSO4 اول حاجه سخنها، يبقى انحلال ايه؟ حراري. هو كاتب كله الحراري. طيب بعد كده تختزل عن 800 ماشي، هيطلع Fe حديد مفعله مع الكلور هيطلع FeCl3. انا عاوز 2 تبقى غلط. انحلال حراري ماشي، اختزال عنده 500 بيطلع FeO ماشي. طب FeO تفاعله مع HCl مركز واصلا مش هيتفاعل مع المركز. طيب انحلال حراري اختزال من 400 700 يطلع FeO، وبعد كده ال FeO ده فعلته مع HCl مخفف يطلع FeCl2. تبقى الإجابة الثالثة. السؤال اللي بعده A اختزال طلع B مع حمض كبريتيك مخفف طلع C سخنته طلع E غاز ودي غاز. السؤال بيقول إذا كان A و B أكسدان أسود اللون للحديد، أسود اللون، حلو أوي، أسود اللون. احنا عندنا 2 سود FeO و Fe3O4. هنقول اختزال يبقى ده أكيد Fe3O4 وده FeO، و FeO اتفاعل مع حمض كبريتيك مخفف يطلع كبريتات حديد 2. سخنتها بيطلع أكسيد حديد ثلاثي وثاني وثالث أكسيد الكبريت. ثاني وثالث، يعني ده واحد منهم ثاني واحد منهم ثالث.
قال المركب دي اللي هو ده يذوب في الماء ويعطي حمض قوي ثنائي القاعدة، يعني حمض الكبريتيك. طب مين اللي بيدوب في الماء حمض الكبريتيك؟ غاز SO3. كده فهمت ان ده SO3، يبقى الايد اهو SO2 ثاني اكسيد كربون. بيقول لك بقى يمكن الكشف عن عن ده، يعني الكشف عن غاز SO2 ازاي؟ سؤال معناه كده اكشف عن SO2. SO2 قابل للاكسده، اكشف عنه بورقه مبلله بخلات الرصاص؟ لا. طب ريحته كريهه؟ لا، ريحته نفاذه. طب عامل مختزل في فرن ميدريكس؟ لا، ميدريكس غاز المائي. طب يزيل لون البرمنجانات المتصل المحمضه؟ اه طبعا، لانه ماده مختزله فيزيل لونها. في الاجابه رقم ج. برضه هنا الحصول على حديد تعزيز Fe من ملح حديد ثلاثي. شوف يا ريس، في الامتحان اول ما يكون عندك ملح حديد ثلاثي اول حاجه تفاعل مع القلوي عشان يطلع FeOH/3، فهتفاعل مع قلوي. فانا مش محتاج ان ابص على السؤال، بس عموما هنبص على السؤال. هتفاعل مع قلوي، هتفاعل مع قلوي هيطلع FeOH/3، تعمل انحلال حراري يطلع اكسيد حديد ثلاثي Fe2O3، تختزله اعلى من 700 اختزال يطلع Fe اللي احنا عاوزينه. الاجابه رقم الف واحنا مغمضين. ادي فكره ثالثه او رابعه من الافكار. طيب فكره كمان، طبعا انا مش هحل كل الاسئله اللي عندي، لكن انا بقول الافكار اللي جايه في الامتحان شبيهه بالظبط لها. فكره التعرف على نوع السبيكه واستخدامها، هيربط لك بقى في الامتحان العناصر مع انواع السبائك او استخداماتها. سؤال A و B عناصر متتاليه، عنصرين ورا بعض. ال A جميع مركباته ضايع، كله ضايع، فممكن يبقى سكنديوم مثلا، ممكن خرسين. فإن سبيكة العنصر C الممثل الدورة الثالثة، ممثل دورة ثالثة، يبقى ألمونيوم. طيب تكون مع، طيب لو قلنا ده سكنديوم يبقى اللي وراه، لو الاي سكنديوم يبقى البي هيبقى تيتانيوم. طب ما ينفعش ده خرسين، اصل هو الخرسين ايه اللي وراه؟ ما عندناش حاجه اللي وراه، ما ينفعش ده خرسين اخر حاجه في السلسله، ما ينفعش عنصر وراه بقى عندنا، يبقى الاجابه سكنديوم تيتانيوم. يبقى الاي سكنديوم والبي تيتانيوم. حلو قوي. ايه بقى الصح يا باشا؟ الالومنيوم مع السكنديوم اللي هو الايه يستخدم في عمل مراكب الفضاء؟ لا، قلنا الميج. طب الالومنيوم مع التيتانيوم يستخدم في عمل الميج؟ لا. طب الالومنيوم مع السكنديوم بيعمل سبيكة تمتاز بخفتها وصلابتها؟ طائرة البي مقاتلة، طائرة خفيفة عشان الحروب والكلام ده. طبعا مع البي تقل متانتها، الإجابة غلط. بتحافظ على متانتها الحرارة عليها. اللي بعدها عنصر الذي يكون مع الكروم سبيكة في الأفران الكهربية. أفران كهربية يعني ملفات تسخين، يعني زي مثلا المكوى والدفاية، نيكل وكروم. يبقى بنتكلم عن عنصر مين؟ النيكل. كلام على النيكل. النيكل سبقكم مع الحديد بينية؟ غلط، هي استبدالية. سبقكم مع الصلب بحفظ فيها الأحماض السائلة؟ صح، لأنها مقاومة للأحماض. طب كمل. النيكل مع الألمنيوم سبيكة استبدالية؟ لا. طبعا دول ألومين سبيكة بيقفل ازاي؟ كل مركباته ضايع؟ لا، كلها بارة. لديك 3 سبائك. الأولى صناعة المجوهرات، يبقى أكيد نحاس وذهب، مجوهرات. والثانية قضبان سكك حديدية،
الحديد مع المنجنيز ومع الكربون معاه كمان. والتالتة مقابض الحديد، مقابض الحديد اللي هي خرسين ونحاس، نحاس أصفر. الاتفاق بقى في طريقة تكوينها، كلهم تكوين واحدة، ولا في عناصرها، ولا في نوعها، ولا في صلابتها نفس الصلابة. طبعا طريقة التكوين هتختلف، العناصر مش هي ممكن تمشي نوعها لأن دي سليكة استبدالية، وحديد مع منجنيز ممكن يعمل استبدالية، ونحاس مع خرسين ممكن يعمل استبدالية، فاختار نوعها. هذه فكرة من الأفكار ربط السبائك خد برضه دي، خد بالك معايا كده فيها حتة نص القطر. اتفقنا على حاجة، لو أنت عندك عنصر A وعنصر B وعنصر C. بص يا حبيبي، لو العنصرين حجمهم قد بعض من غير تفاعل، وغالبا تبع الفئة دي، تبقى استبدالية. لو عنصر من الفئة دي مع عنصر آخر وحصل تفاعل بينهم مع بعض، تفاعل بانفلزية. لكن لو عنصر من الفئة دي غالبا وعنصر تاني حجمه صغير تبقى بينية. تبقى إيه؟ بينية ومن غير تفاعل. طيب هنا مديك أنصبة كتار، ده وده وده، دول قريبين من بعض، A و B قريبين من بعض، والسي كبير شوية. إيه بقى الصحيح؟ لما أخلط A مع B، ده مع ده، يعمل بانفلزية؟ لا، يعمل استبدالية. عند اتحاد، هو قال اتحاد B مع C يكون سليكة استبدالية؟ لا، ده اتحاد يعني تفاعل. لا، عند خلط A مع C يكون سليكة بانفلزية، هو قال خلط ما قالش اتحاد، تبقى غلط. السؤال ده مهم. عند اتحاد بقى A و C، اتحاد، الاتحاد اهو A و C يكون بانفلزية، صح. اوكي، ادي فكرة من افكار السبائك. عندنا برضو من الحاجات المهمة جدا انه يلعب لك على مخططات، مثلا زي كده، لعب على مخططات في الباب الاولاني. A اتفاعل مع B سوليد كون C مع HCl طلع غاز دي. الغاز دي مع محلول W كون راسب لونه اسود وبيسأل على الصحيح. طيب ايه الصوليد اللي عندنا بتتفاعل مع ايه؟ اكيد ده كبريت، يبقى ده حديد مع كبريت بيطلع FeS مع HCl هيطلع FeCl2 وغاز H2S، غاز كبريتيد الهيدروجين، ريحته كريهة. اتحط على محلول يتكون لون اسود، اكيد ده خلات رصاص، اسيتات رصاص. ده شوف كده مع بعض ايه بقى الصحيح؟ الدي غاز ريحته نفاذة، لا ريحته كريهة. الاي الحديد، ده الاي هو اكسيد حديد ثنائي، لا ده حديد. الدبليو ايون سالب لحمض ضعيف، خلات الرصاص CH3COO/2 BB، ده الايون السالب بتاعه. حمض ضعيف طبعا حمض الاستيك حمض ضعيف غير التام التأيون، دي اجابه صحيحه. طب نكمل. سي ملح حديد ثلاثي، لا هو ملح حديد ثنائي. طيب أنبوبة بها أكسيد حديد ثنائي وثلاثي، أي ثنائي وثلاثي، تحط فيها حمض كبريتيك مخفف H2SO4 مخفف. طيب سبناها فترة في الهواء يصبح بها. طيب والأول لما H2SO4 هيتفاعل مع FeO ولا مع Fe2O3؟ بس لاحظ انه مخفف، لا هيتفاعل مع ده بس، وهيكون ملح كبريتات حديد ثنائي وميه.
بس انت سبتها فتره في الهواء، يقوم الملح الثنائي ده يتاكسد لثلاثي الى ثلاثي Fe2SO4 باي 3. يبقى ايه اللي في الانبوبه دلوقتي حاليا؟ اكسيد حديد ثلاثي اللي اصلا ما اتفاعلش، والميه وكبريتات حديد ثلاثيه اللي اتكونت في الاخر. يبقى بدور على اكسيد حديد ثلاثي وميه وكبريتات حديد ثلاثيه. ميه، اكسيد حديد ثلاثي وكبريتات حديد ثلاثيه رقم ب. سؤال كمان اهو. الناتج الذي ينتج من تفاعل حديد مع حمض كبريتيك مركز ولا ينتج من تفاعل اكسيد اسود مع نفس الحمض هو غاز ايه؟ الحاجه بص، حديد مع حمض كبريتيك مركز يطلع ملح ثنائي ثلاثي وميه وSO2. SO2. طب الاكسيد الاسود مع مركز يطلع ثنائي ثلاثي ميه من غير SO2. يبقى الفرق بينهم ايه؟ SO2. طب SO2 ده يزيل لون البرمنجانات المتصله المحمضه؟ طبعا صح. ملون؟ لا، هو عديم اللون. ريحته كريهه؟ لا، ريحته عديم الرائحه. او ريحته نفاذه، اسف، ريحته نفاذه مش عديم الرائحه، هو عديم اللون. طيب ده كده بعض الافكار. فكره برضو جهد التأين وربطها بالعناصر والتعرف عليها، برضو حاجات مهمه جدا دي. عنصر اكس في حاله موجب 3 الدي فيها 2، يعني فقط 3 ولسه الدي فيها 2، يعني هم كلهم 5، يعني فاناديوم، يعني خماسي. يبقى جهد مرتفع جدا جدا. يبقى الجهد مين؟ اكيد السادس اللي بعد الخمسه، جهد سادس. يبقى اختار اكس موجب 6. طيب، أي مما يلي يسهل حدوثه. لو أنت رايح لدي 0 أو دي 5 أو دي 10، لو أنت رايح كده يبقى سهل، رايح لهم يبقى سهل، لو خارج منهم يبقى صعب. طيب، كروم موجب 3 بقى موجب 6 بقى موجب 3، هنا الدي 0 بقت الدي فيها 3. ده سهل ولا صعب؟ ده صعب. حديد موجب 3 لحديد موجب 2، دي 5 لدي 4، سهل ولا لدي 4 لدي 6، سهل ولا صعب؟ لا، صعب. هنا بقى منجنيز هنا موجب 6 خارج موجب 7، يعني دي هنا فيها 1 داخله لدي 0. كده عمليه سهله عشان تريح الحاله اكثر استقرارا. اختار رقم ج. السؤال اللي بعديه نفس الفكره بس معكوس. صعوبة حدوثه، صعب الحدوث. موجب 2 لموجب 3 سهل ولا صعب؟ لا، سهل. ما هو دي 6 يبقى دي 5، ده سهل. طب موجب 3 لموجب 2، دي فيها 4 بقت دي فيها 5، بتحول من حالة غير مستقرة لحالة مستقرة، دي سهلة. طب تيتانيوم موجب 4 التاني موجب 3، دي 0 بقت دي 1، حالة مستقرة حالة غير مستقرة، لا دي عملية صعبة. طبعا دي برضو دي 2 لدي 0، دي عملية سهلة. فأصعب حاجة رقم ج. المخططات احنا فكرتها قبل كده بس هي يعني تاني اهوت. فكرة برضو مهمة جدا في الباب الأولاني، فكرة العامل الحفاز، تفاعل الماس والتفاعل الطارد. خد بالك كرسمة يعني. بص دي كده معايا، واضح من الرسمة إن التفاعل ده طارد الحرارة، وحتى المعادلة كمان أهو إن 2 زي 3H2 2NH3 دلتا اتش بسالب 90. عاوز طاقة تنشيط للتفاعل العكسي بعد استخدام عامل حفاز. يعني عاوز الحتة دي. عموما بص هسيبها كده أهو 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 أهو. هو عاوز أنهي حتة يا معلم؟ هو عاوز الحتة دي.
العكسي بعد استخدام عامل حفاز، يعني عاوز الحته دي. عاوزين نحسب الحته دي قد ايه. طيب هنا مكتوب 100 دي ب 100 ودلتا اتش بكام؟ ب 90 هتلاقي 90 واللي فوق ده الموفره ده اهي فوق ده اهي مكتوب 30. عاوزين نجيب الحته دي. طيب المهم نجيبها ازاي؟ 100 شيل منها 30 اللي فوق دي يبقى 70 دي 70 دي 70 واللي تحت 90 70 و60 70 و90 يبقى 160 من هنا لهنا 160 الإجابة ألف. مهم أوي العمليات دي ها. كده دي بعض أفكار الباب الأول. ناخد كده كام سؤال كده متنوعين على الباب الأول مع بعض نحاول نحلهم مع بعض. بص كده معايا يلا يا باشا. تم تسخين مادة صلبة في الهواء فتكون غازين. تكون غازين أحدهما يعكر ماء الجير. يعكر ماء الجير أكيد ثاني أكسيد الكربون. ومركب صلب إيه؟ فإن عزم المادة اللي تم تسخينها. طيب هو إيه المادة اللي بتسخنها؟ بتطلع غازين منهم ثاني أكسيد الكربون. طبعا هو قال في الهواء يبقى الأكيد تسخين مادة صلبة في الهواء وطلع غازين، واحد يعكر ماء الجير هيبقى أكسالات الحديد. طيب أكسالات الحديد دي لما تتسخن في الهواء بتدي أكسيد حديد مين؟ ثلاثي. أكسيد حديد ثلاثي في الهواء. إذا المادة الصلبة هي Fe2O3 ده أكسيد حديد ثلاثي اللي هيتكون. طب أنا سخنت إيه؟ أنا سخنت الأكسالات. الأكسالات دي حديد إيه؟ ثنائي وكونت أكسيد حديد مين؟ ثلاثي. أكسيد حديد ثنائي عزمه ب4 الثلاثي عزمه ب5 لأن عزم المادة اللي تم تسخينها هيبقى أقل من المادة إيه اللي اتكونت. مثلا سؤال تاني كده. أقل جهد تعين ثالث هو قاعدة أقل جهد تعين ثالث في السلسلة كلها هو المنجنيز. ليه يا معلم؟ عشان أنا بحاول قصدي هو الحديد هو الحديد لأن بحاول حديد موجب كام؟ 2 لموجب 3 من حالة غير مستقرة لحالة مستقرة، فالحديد هو أقل جهد تعين ثالث الحديد على طول. استخلاص الحديد من خاماته في الفرن العالي يتم وفق الخطوات دي. أنا عاوز بقى استخلاص الحديد من خاماته أصل الحديد بس يعني. بحمص في الأول؟ لأ. بكسر ثم حمص ثم أكسد؟ لأ. طب أكسر ثم اختزل ثم أنتج؟ طب نكمل. نكسر ثم نلبد ثم نختزل؟ طب اللي هختار دي ولا دي؟ لا أولك إيه؟ استخلاص مين؟ الحديد. ما قالش سبائك الحديد. مش بنتج سبيكة يبقى أنا لسه ما وصلتش للسبائك. ما ينفعش أقول إنتاج. ما ينفعش أقول إنتاج فدي غلط. هختار ده إيه؟ لأنه قال إيه؟ الحديد. أنا مش بنتج سبائك حديد يبقى لسه ما وصلتش لمرحلة الإنتاج. لسه في مرحلة الاختزال. خد بالك من دي أوي. اختزال ما اختارش رقم ج ما تستربعش تختار ج. شوف برضو كمان شوية أسئلة كده من الباب الأولاني. سابقتين حديد وكربون. حديد وكربون. حطينا HCl مخفف فترسب مادة سوداء في الأولى فقط. طيب سيبك من السؤال. احنا عندنا نوعين من السباك الحديد والكربون. حديد وكربون بينية والسمنطايت ودي بين فلزية. خد بالك هنا الكربون والحديد مش ماسكين في بعض. حطينا HCl لو هي بينية حديد هيتفاعل والكربون يترسب لو هي بينية. لو هي بين فلزية المركب كله هيتفاعل والكربون مش هيترسب. هو اللي هنا ليه؟ ترسب مادة سوداء اللي هي الجرافيت اللي هي الكربون في الأولى بس. يبقى الأولى بينية والتانية بين فلزية.
كلاهما بينية غلط. الأولى بينية والتانية استبدالية غلط. الأولى بينية والتانية بفلزية صح. طيب عنصر انتقالي اللي بيبدأ عنده الثبات النسبي نص القطر، ثبات نسبي نص القطر، يبقى قصده على الكروم. الكروم. الكروم ده ايه نظامه؟ يقاوم تأثير الهواء صح؟ حماية كاسودية الحديد غلط، دي حماية عنادية. أكسيده صناعة الزجاج غلط، هو Cr2O3 صناعة الصبغات. السؤال اللي بعده 15. يزداد العزم المغناطيسي دائما بيزيد دايما عند حدث أكسدة متتالية لعنصر مين؟ كده دماغك تروح على طول بعد الحديد، مش قبل الحديد، بعد الحديد. كل ما تفقد أكتر كل ما العزم يبدأ يزيد بعد الحديد، أو الحديد فيما بعده يعني حديد، كوبالت، نيكل كده. سكانيوم طبعا لا، تيتانيوم طبعا لا، فاناديوم لا، اكيد عنصر النيكل. العلاقه ما بين عدد الالكترونات المفرده في الدي والعدد الذري المفرده في الدي والعدد الذري ماشيه ازاي؟ السكانديوم 1 مفرد، وبعد كده تيتانيوم 2 مفرد، 3 مفرد، بعد كده خد بالك 5 كروم 5 في المفرد في الدي، منجنيز 5 برضه يعني ثبات، ثم بعد كده تخش على الحديد 4 ثم كوبالت 3 وتقل العمليه. اذا بتزيد لغايه 5 تثبت تقل، تزيد ل5 تثبت تقل، فاختار رقم ب. عمليتان متعاكستان له نفس الدور. متعاكستان يعني عكس بعض، التكنيك مختلف بس نفس الدور. هو التلبيد والتحميص طبعا غلط، دول مش عكس بعض اصلا. تكسير وتلبيد صح. طب ازاي نفس الدور؟ ما في الاخر بجيب حجوم مناسبه للاختزال فالدور واحد، بس هم عكس بعض. واحد بحول حجم كبير لحجم صغير، والتاني بحول حبات ناعمه لحجوم كبيره. في الحالتين الهدف الحصول على حجوم مناسبه للاختزال، فتبقى الاجابه تكسير وتلبيد. كل ما يلي عمليات تتم قبل اختزال الحديد كان الحديد ما عدا يبقى انا ماليش دعوه بقى تكسير وتلبيد، انا بقول ما عدا. فصل الشوائب في صوره غازيه ده تحميص، يبقى قبل اختزال ماشي. فصل الرطوبه تحميص قبل اختزال ماشي. اضافه عناصر مرغوب فيها يعني عمل سبائك دي بعد مرحله الاختزال، بعد الاختزال يعني مرحله الانتاج. شوف السؤال ده كده يا معلم، سؤال مهم. معاك سبيكه من الحديد والنحاس وعاوز تفصل النحاس عن الحديد مره والحديد عن النحاس مره اخرى. ايه الفرق في السؤالين؟ فرق كبير جدا في المعنى. بص يا باشا، السبيكه فيها حديد ونحاس، انت عاوز تفصل النحاس عن الحديد، يعني عاوز تدوب الحديد وتسيب النحاس. تقوم تعمل ايه؟ تحط HCl مخفف، الحديد هيتفاعل ويدوب ويبقى النحاس مترسب، يفصل بالترشيح. يفصل بالايه؟ بالترشيح. ضفت HCl. طب لو العكس، عاوز بقى اجيب افصل الحديد عن النحاس، يعني عاوز اخلي الحديد زي ما هو والنحاس هو اللي يدوب، يبقى اعمل ايه؟ بالظبط، احط حمض نيتريك مركز يقوم يدوب النحاس ويرسب الحديد في خمول كيميائي. تمام؟ وبعد كده افصل بالايه؟ بالترشيح، ثم ازيل طبقه الخمول الكيميائي اللي اتكونت. تمام؟ دي كمان دي حته مهمه قوي، خد بالك الفرق بين افصل النحاس عن حديد، نحاس عن حديد يبقى انا هحط HCl، لكن افصل الحديد عن النحاس هحط حمض نيتريك المركز. أي مما يلي عمليات تتم في حالة الغرفة، يعني مش هنسخن. حديد مع كلور لازم تسخين، حديد مع كبريت لازم تسخين،
اكسده الحديد مع بخار الماء لازم التسخين عند 500 درجه مئويه، لكن الصدأ بيتم في الظروف العاديه من غير اي تسخين، فاختار صدأ الحديد. حديد فاعل مع حمض كبريتيك مخفف، ماشي، هيطلع ملح حديد ثنائي، ثم ترك المحلول لفتره في الهواء، كده بقى ملح حديد ثلاثي. حطيت له محلول النشادر، كده بقى هيدروكسيد حديد ثلاثي راسب بني محمر. خدت الراسب سخنته، يعني فاكر الحراره، فبقى اكسيد حديد ثلاثي. فالسؤال في الاخر ايه؟ الماده اللي اتكون في الاخر خالص لونها ايه؟ طبعا لونها احمر، اللي هو هيماتايت، يعني هيماتايت. هنا لما تسخن كبريتات حديد 2 بمعزل عن الهواء، العزم بيحصل له ايه؟ في كتير من الطلبه بتتلخبط، كبريتات حديد 2 تتسخن بمعزل عن الهواء او في الهواء، ما تفرقش، ما تفرقش، كده كده ما تفرقش، هتطلع اكسيد حديد ثلاثي. حديد ثنائي يبقى حديد ثلاثي، العزم كام؟ ب4 بقى ب5، فالعزم كده زاد 1، يبقى ازداد 1. في أي ما يلي الكتلات التالية يكون العنصر في حالة تأكسد لا تساوي رقم مجموعته، يعني هيغير رقم مجموعته. طيب هنا المغنيسيوم موجب 7، موجب مجموعة 7 بي. هنا التيتانيوم موجب 3 في 4 بي. هنا النحاس أحادي في 1 بي. هنا كروم موجب 6 في 6 بي. مين بقى لا يساوي رقم مجموعته؟ هنا تي اي سي ال 3. كل ما يلي سبائك عباره عن خلط فلزات مع بعض ما عدا فلزات مع ايه؟ مع بعضها ما عدا الصلب الذي لا يصدأ، ده حديد وكروم، فلز وفلز. ديور ألمين، ألمونيوم مع نيكل، ألمونيوم مع نحاس، ذهب مع رصاص، بس خد بالك هو قال خلط. ملفات التسخين كروم مع نيكل، حديد صلب، حديد مع كربون، حديد مع كربون. دي خلط، خلطة بس حديد مع كربون، فلز مع لا فلز. هنا خلط ماشي، ولكن فلز مع فلز. هنا فلز مع فلز، الا دي الالومنيوم. طبعا دي الالومنيوم دي بتبقى الومنيوم مع نيكل او الومنيوم مع نحاس، فلز مع فلز برضو. هنا بتبقى فلزات مع بعضها، يبقى الاخيره هي اللي غلط، حديد مع كربون، فلز مع لا فلز، اللي هو ما عدا. ما عدا عاوز تميز بين حديد واكسيد حديد مغناطيسي، ينفع كل ما يلي ما عدا حمض كبريتيك مركز. ينفع مع الحديد بيطلع SO2، مع FeCO4 ما بيطلعش SO2. طب مخفف هيتفاعل هنا ويطلع هيدروجين، هنا اصلا مش هيتفاعل. طب مغناطيس، لا، الاثنين بينجذبوا للمغناطيس، اثنين ينجذبوا لايه؟ للمغناطيس، فمش هينفع اميز بينهم. في الميه ده بقى بخار الميه ده ممكن يتفاعل، ده ما بيتفاعلش، يبقى المغناطيس ما ينفعش، لان كلاهما له خواص مغناطيسيه. يعني دول بعض افكار الباب الاول. نركز شويه ونكمل مع بعض الباب الثاني. يلا بينا. يلا يا معلم بقى نخش على الباب الثاني. زي ما قلنا الافكار اللي انا بقولها السنه دي، اللي بقولها في الفيديوهات دي، جايه في الامتحان بتاع يوم الخميس يا معلم. فركز في الافكار، مش شرط السؤال بالنص، بس ركز في الافكار، هتلاقي الافكار معاده باشكال مختلفه. تمام؟ ركز فيها جدا جدا. خلصنا الباب الاولاني، نخش كده على بعض افكار الباب الثاني. ومش شرط احل كل الافكار، قلنا انا بس باخد من كل فكره جزء كده. وطبعا قلت لك انا كاتب الكلام بخط ايدي، ما رضيتش اكتبه كمبيوتر عشان انا بحس ان ده احسن بالنسبه لي. نبدا كده مع بعض. اول فكره في الباب الثاني، انك هتضيف ماده لماده ثانيه
ويبدا يسالك على الراسب اللي هيتكون. مين هيرسب مين يعني من الاخر؟ مين هيرسب مين؟ دي فكره. كالسيوم الفضه، الفضه اي جي موجب، تكون راسب مع كل ما يلي ما عدا. طيب فضه مع كلور راسب اي جي سيل. فضه مع يود اي جي اي راسب. فضه مع كبريت فضه مع اتس راسب. طب فضه مع نترات راسب؟ لا، تبقى دال. سؤال تاني. أي من مالي يمكن فصلها باستخدام HCl. كلمة فصلها باستخدام HCl معناها إن السيل ده إيه؟ هتعمل راسب مع واحد وما تعملش مع التاني. طيب كلور هيفصل حديد عن بوتاسيوم؟ لا. هيفصل كالسيوم عن صوديوم؟ لا. هيفصل كالسيوم عن رصاص، كالسيوم عن رصاص HCl تحط هنا HCl مع الكالسيوم هيدي راسب؟ لا، CaCl2 مش راسب. طب مع الرصاص راسب؟ اذا هنا راسب وهنا مش راسب، اقدر افصل. طالما راسب والتاني مش راسب، اقدر افصل. طب هنا لا، ده هنا راسب وهنا برضه راسب، اذا ما ينفعش افصل. يبقى الفكره هنا تحطه يرسب واحد ويسيب التاني، فخدت الكالسيوم والرصاص. اللي بعدها مين اقدر افصلها؟ برضه باستخدام حمض الكبريتيك، نفس الفكره. يبقى انت عاوز معاك كبريتات، حاجه فيها كبريتات وعاوز تفصلها، يعني برضه راسب ومش راسب. مغنيسيوم والحديد الاثنين مش رواسب. كالسيوم ورصاص مع الكبريتات الاثنين رواسب. صوديوم والنحاس مع الكبريتات الاثنين مش رواسب، لكن بص رقم ب. مغنيسيوم مع الكبريتات MgSO4 مش راسب، لكن كالسيوم مع الكبريتات CaSO4 راسب. كده فصلت، فاختار رقم ب. السؤال اللي بعده. أمن مالي لا يكون راسب مع خلات الرصاص. رصاص يعني دماغك على الرصاص يا حبيبي، على الرصاص. ايه اللي هيعمل راسب؟ هو بيقول لا يكون راسب مع الBB. رصاص مع الكلور راسب ابيض، رصاص مع الكبريت راسب ابيض، رصاص مع الكبريتات راسب ابيض، رصاص مع النترات مش راسب، فاختار نترات. أمن مالي لا يكون راسب مع كاشف المجموعة الخامسة. المجموعة الخامسة كربونات أمونيوم، يعني كربونات. مين مش هيعمل راسب مع الكربونات؟ كالسيوم مع كربونات راسب. سترانشيوم زي الكالسيوم متفرقش راسب. مغنيسيوم مع كربونات راسب، لكن طبعا صوديوم مع الكربونات مش راسب. أمن مالي لا يكون راسب مع كلوريد الباريوم. كلور وباريوم، بيتكلم في كلور وباريوم، Cl وBe موجب 2، لا يكون راسب. فوسفات مع الباريوم تعمل راسب، خلاص دي لا. طب تعالى هنا. نترات مع الباريوم مش راسب، لكن كلور مع رصاص راسب، خلاص ماشي. هنا كبريتات مع الباريوم راسب، وفضة مع الكلور برضه راسب، يعني راسبين برضه. طب تعالى بقى هنا. صوديوم مع الكلور لا، ده مش راسب. وبيكربونات مع الباريوم برضه مش راسب، يبقى اختار بيكربونات الصوديوم. السؤال ده حلو قوي. أضيف 2 مول AlCl3 إلى 7 مول NaOH، فإن رأس المتكون يمثل بأي شكل من دول. نكتب المعادلة كده بهدوء وركز معايا قوي. المعادلة بتقول يا معلم، بتقول 2 Al، أو خلينا ناخدها واحدة واحدة. AlCl3 بيتفاعل مع NaOH فيطلع AlOH باي 3
وان اي سي ال توزن المعادله ان هو 3 وان هو 3. وبعد كده بتاخد اي ال و اتش باي 3 تفاعلوا مع كمان مول من ان اي و اتش فيكون ميتا الومنيوم الصوديوم زائد ميه. يعني كده عشان المول من ده اهو بيستهلك 4 مول عشان يدوب كله يعني. طيب قال لك 2 مول اضرب في 2 يعني هضرب في 2 هنا في 2 يبقى دي 6 يبقى دي 2 وهنا 2 يبقى هنا 2 بالمنظر ده يبقى 2 لو انا ضربت في 2 يعني. طب حلو قوي. 2 مول من اي ال سي ال 3 علشان يكونوا راسب ثم الراسب يدوب يتحول لميتا اليمونات محتاجين توتال كام هنا؟ 6 و2 كام؟ 8. 8 مول عشان ال 2 مول ال سي ال 3 يدوبوا كلهم 8 مول. طب انت حاطط 7 معناه ايه؟ 6 منهم يكونوا مولين من ده وبعد كده 2 مول دول هياخدوا مول واحد كمان يكون ميتا اليمونات ويبقى مول ما دابش لسه. اذا في لسه مول ما دابش انت حاطط 7 انت عشان تدوب عاوز كام؟ عاوز 8 انت حاطط كام؟ 7. اذا مش كله هيدوب يا معلم. الراسب هيبقى في حته منه لسه موجوده فاختار رقم 2 اللي جاب رقم ب. شوف بقى السؤال بيقول ايه؟ في المثال السابق مع عدد مولات ان اتش اللي انت عاوزها عشان تختار رقم د يعني عشان كله يدوب انت عاوز 8. طب وما العدد تكون الاجابه ج يعني الراسب يتكون وما يدوبش يعني انت عاوز 6 بس ما 6 بس الراسب هيتكون مش هيدوب منه اي حاجه. يبقى 7 يدوب جزء ويسيب جزء. طب 8 يدوب الكل. طب 6 يتكون راسب ما يدوبش منه اي حاجه. ده لو كان مول طبعا مول 2 مول. السؤال اللي بعده نسيب بقى الفكره دي ونشوف فكره ثانيه ولا هنا تعالى كده شوف الفكره الاول. بقول لك سي اي سي ال 2 مع A عمل رسم ابيض ومع B عمل برضه ابيض ومع C عمل ابيض يعني كله ابيض يعني الكالسيوم والكلور دايما يعملوا ابيض. قال لك الاملاح اي بي سي لا تحتوي كبريتات. لا تحتوي. لو كان كبريتات مع كالسيوم يكون رسم ابيض شغال. فضه لا ما الفضه مع الكلور بيعمل ابيض عادي. كربونات مع الكالسيوم بتعمل ابيض عادي. طب بيكربونات لا بيكربونات لو هنا او هنا مش عامله راسب لان الكالسيوم مع البيكربونات مش هيكون راسب. دي فكره بقى التمييز اللي ينفع يميز بين مين ومين او الحاجه اللي تميز بين الحاجتين مع بعضهم. بص يا غالي انت عاوز تميز بين HCl وحمض الكبريتيك. ايه اللي ينفع يميز ما بين الCl والكبريتات يعني؟ محلول النشادر NH4OH ولا فوسفات الصوديوم ولا نتريت الصوديوم؟ طب خدها كده من ورا. نتريت مش نافعه في حالتين هيطلع نفس الناتج. فوسفات صوديوم هيتفاعل مع HCl؟ لا مش هيتفاعل. مع حمض الكبريتيك؟ لا مش هيتفاعل مع الاثنين. لكن محلول النشادر لان NH4 مع الCl تدي NH4Cl ودي سحب بيضاء لكن هنا مش هيتكون سحب بيضاء. يبقى الاجابه محلول النشادر. يمكن التمييز بين كل الميال عن طريق برمنجانات بوتاسيوم. دي ماده مؤكسده يبقى انت بتدور على ماده قابله للاكسده وماده غير قابله للاكسده. اختيارك كده ماده قابله للاكسده وماده غير قابله للاكسده. حديد ثنائي وملح نتريت الاثنين قابلين للاكسده مش هيميز. حديد ثلاثي وملح نترات الاثنين غير قابلين للاكسده مش هيميز. حديد ثنائي وملح نترات واحد قابل للاكسده والثاني غير قابل للاكسده
هنا هيميز، هنا اللون هيختفي، هنا اللون هيظل كما هو. تمام؟ طيب HCl مخفف يميز ما بين مين؟ يميز ما بين نتريت ونترات. مع النتريت بيطلع NO، نترات مش هيتفاعل اصلا. كبريتات ونترات لا، في الحالتين مش هيتفاعل. كربونات بيكربونات لا، في الحالتين بيطلع CO2. طب كبريتيت وكبريتات مع الكبريتيت يطلع SO2، مع دي مش هيطلع حاجه، يبقى ينفع ألف وينفع د، ألف ودال. يمكن التمييز بين الراسبين الصفر لون اصفر للفضه بوضع، هو اصلا مين الراسبين دول؟ AgI و Ag3PO4 فوسفات فضه يوديد فضه. عاوز تميز بين الراسبين دول تقوم حاطط محلول النشادر، هنا لا يذوب هنا يذوب، فحط محلول النشادر. بس خد بالك هنا مكتوب ايه؟ NH3 غاز، NH3 اكوس يعني NH4OH، فاختار رقم ج، محلول مش غاز. طيب افكار تانية مثلا دي أي من مالي لا يمكن التمييز بينها باستخدام HCl و NaOH معا، يعني لازم يكون الاثنين ينفعوا. هيدروكسيد حديد ثنائي وهيدروكسيد الأمونيوم. طيب HCl هنا مش هيدوب، هنا هيدوب وهنا هيدوب. طب NaOH هنا مش هيدوب هنا هيدوب، يبقى انا كده ميزت بواحده بس مش بالاثنين، فما ينفعش. طيب هيدروكسيد حديد ثلاثي والامونيوم نفس الفكره، هنا هيدوب مع HCl، هيدوب مع HCl. طب مع NaOH مش هيدوب كده ميزت، ولا يمكن؟ خد بالك لا يمكن. لكن هنا بقى FH/2 و Fe و H/3. طب حطيت HCl هنا هيدوب وهنا هيدوب، ما ميزتش. طب حطيت NaOH هنا مش هيدوب وهنا مش هيدوب، برضه ايه؟ ما ميزتش، يبقى ج ما تنفعش اميز بال HCl وال NaOH مع بعض. يمكن التمييز بين بيكربونات بوتاسيوم وكربونات بوتاسيوم بي، ميه الاثنين بيضيفوا الميه، ما ينفعش. HCl الاثنين يطلعوا ثاني اكسيد كربون، مش هينفع. كلوريد باريوم باريوم مع الكربونات تدي راسب، لكن باريوم مع البيكربونات ما تكونش راسب، تبقى الاختيار رقم ج هو اللي صح. يمكن التمييز بين ملح كبريتيد صوديوم كبريتيد اس وملح كبريتات صوديوم SO4 باستخدام خلات رصاص. طبعا رصاص مع كبريت بدي BBS راسب اسود، رصاص مع كبريتات بدي BBSO4 راسب ابيض، يبقى انا كده ميزت تمام. اوكي نشوف فكره ثانيه. فكرة السؤال عن غاز المتصاعد، الغاز بيطلع اسمه ايه؟ وتأثيره ايه؟ أو لونه ايه؟ أو أكشف عنه ازاي؟ الغاز الذي يزيل لون برمنجانات بوتاسيوم يعتبر عامل نقط. أولاً يزيل لون البرمنجانات يبقى غاز قابل للأكسدة، وطالما قابل للأكسدة يبقى عامل مختزل، فأنا بدور على غاز قابل للأكسدة وعامل مختزل. CO2 غير قابل للأكسدة يبقى غلط. H2S مش هيتأكسد وعامل مؤكسد كمان لا، لكن SO2 ده قابل للأكسدة وعامل مختزل، فاختار رقم ب. طيب الغاز الذي يخدر ثاني كرومات بوتاسيوم ينتج من كل ما يلي ما عدا يخدر ثاني كرومات بوتاسيوم، يعني غاز قابل للأكسدة، ممكن أكسد، هو ده اللي ممكن يخدرها. طيب
HCl مع ملح الكبريتيت بيطلع SO2 قابل للأكسدة. دي صح. بس هو قال ما عدا، خد بالك، ما عدا HCl مع مخفف مع الكبريتات بيطلع برضه SO2 قابل للأكسدة. مش عاوزين ده. حديد مع حمض كبريتيك مركز بيطلع SO2 قابل للأكسدة، فبيخدر عادي. لكن مغناطيسي مع حمض مركز مش بيطلع غاز أصلا، بالتالي مش هتخضر. يبقى رقم د. اللي بعدها أضيف حمض كبريتيك مركز فإن الغاز المتصاعد لا يتأكسد معه. يبقى أنت عاوز غاز بيطلع ما بيتأكسدش. طبعا حمض الكبريتيك مع ملح اليوديد بيطلع HI قابل للأكسدة. طب مع البروميد HBr قابل للأكسدة. طب مع النتريت بيطلع NO قابل للأكسدة. طب مع الكلوريد بيطلع HCl ده غير قابل للأكسدة. 4. تصاعد أبخرة بنية حمراء في كل ما يلي ما عدا. طبعا المنهج كله على بعضه أبخرة بنية حمراء، يبقى أنت دماغك على مين؟ على NO2. يعني كله هيطلع NO2 ما عدا نحاس مع حمض نيتريك مركز بيطلع NO2 CO مع HNO3. الأبخرة البنية الحمراء دي بتزيد. حمض كبريتيك مركز مع ملح نترات وبيطلع حمض النيتريك لما يتسخن يطلع NO2 صح. رج الحلقة البنية ما هي رمزها كده FeSO4.NO، فأنت لما هترجها يقوم NO خارج ويتأكسد في الهواء يتحول ل NO2 بني محمر، فده كله طلع بني محمر عادي. لكن لما تحط حمض كبريتيك مركز على ملح البروميد هيطلع أبخرة البروم، ودي برتقالية حمراء، وأنا عاوز بنية حمراء مش برتقالية حمراء. اختار رقم د. كفاية غازات كده، نشوف حاجة تانية غير غازات. فكرة رابعة، يسألك في الامتحان عن شقي الملح، يعني ملح مجهول وأنت عاوز تعرف عليه السالب مين والموجب مين. الملح اكس حاطين عليه نترات فضه كون راسب ابيض تحول في الضوء الى بنفسجي، يبقى اكيد الشق السالب كلوريد. حطيت كربونات امونيوم كون راسب لونه ابيض يذوب، يبقى اكيد ده حاجه فيها كالسيوم، يبقى اسمه على بعضه كلوريد الكالسيوم. كلوريد الكالسيوم. اختار رقم ب. نفس الفكره اللي جايه دي. ملح اكس تحط عليه نترات فضه كون راسب اصفر يذوب في محلول النشادر، كده الاجابه فوسفات. وضفنا عليه NH4 اكوس يعني محلول نشادر كون راسب ابيض مخضر يعني حديد ثنائي. فوسفات حديد ثنائي، ادور على اختيار على فوسفات حديد ثنائي رقم د. اللي بعدها مركب صيغته A2B3 تحط عليه صودا كاوية تكون راسب اكس. طالما NaOH وثلاثي يبقى الايه اهو يا حديد ثلاثي يا الومنيوم. اوكي كده حديد ثلاثي ايه؟ يا الومنيوم. طيب ملح بقى رمزه Na2B بي ده اهو اتحط عليه اسيتات الرصاص فكون راسب ابيض. رصاص معاه عمل ابيض يعني كبريتات مثلا. ولما سخنا الراسب اكس لو ده اهو ادى احمر، يا ترى هو حديد ولا الومنيوم؟ راسب احمر هيبقى حديد فتبقى الاجابه حديد ثلاثي ومعانا كبريتات، يبقى كبريتات حديد ثلاثيه. كبريتات حديد ثنائيه غلط، كبريتات حديد ثلاثيه هي الاجابه الصحيحه. أضيف محلول نترات فضة إلى ملح إكس كون راسب أبيض، يعني الفضة عملت راسب ولونه أبيض كمان، يعني أنا مغمض أكيد كلوريد.
وحطينا كربونات صوديوم ادى ابيض برضو. كربونات ابيض ممكن تبقى مغنيسيوم، تبقى كالسيوم كده يعني. فتبقى الاجابه كلوريد حاجه، كالسيوم يا مغنيسيوم. كلوريد عندنا الف وعندنا صوديوم لا، تبقى كلوريد مغنيسيوم الصح. كل ده سؤال على اسم الملح. واحد كمان يلا. ملح اكس تحط له بي بي سي ال 2 لم يكون راصب، يعني ما تفعلش لا مع الكلور ولا مع الباريوم. يعني حاجه فيها سي ال او فيها بي اي ومع حلول ان اتش ادى بني محمر، يبقى اكيد حديد ثلاثي. حديد ثلاثي. ومع اي جي ان او 3 مع الفضه يعني راصب ابيض، يبقى حاجه فيها كلوريد. اذا انا مغمض الاجابه كلوريد حديد ثلاثي. كلوريد حديد ثلاثي رقم ألف. A و B ملحين أضيف إليهم إي جي إن أو 3 كون راصب نفس اللون. نفس اللون. وضفت اتش ان او 3 أو النشادر، الراصب داب مع إيه؟ فقط. طيب هو مبدئيا كده اي جي ان او 3 مع ايه بتدي نفس اللون؟ مع الفوسفات واليوديد. يبقى الاجابه عندي بالنسبه لك فوسفات ويوديد. بس هو قال الراصب داب مع ايه بس؟ يبقى الايه فوسفات والبي يوديد. الايه فوسفات والبي يوديد. بس خد بالك كله بيلخبط، هو بيسال عن الملحين مش عن الراصبين. عن الملحين مش عن الراصبين. يبقى اختار فوسفات ويوديد صوديوم ولا اختار فوسفات ويوديد فضه؟ طبعا صوديوم. السؤال عن الملحين مش عن الراصبين، خد بالك. اوكي؟ ادي فكره كمان. فكره بقى التعرف على شق واحد بس من الملح، سالب او موجب يعني. فمثلا لو احنا بصينا السؤال ده كده، اضيف HCl مخفف الى 3 املاح صلبه A B C على حده، تصعد غاز واحد بس في ايه؟ غاز عديم اللون. ومع بي طلع غاز اتحول الى ملون عند فوات الانبوبه. يعني اكيد ان او تحول لان او 2 وما تفاعلش اصلا مع سي. اصلا ما تفاعلش مع سي، يبقى على طول دماغك هتروح ان سي دي كبريتات او فوسفات. يبقى الاولى تفاعل وهو غاز واحد طلع، والثانيه غاز اتحول لان او 2، والثالثه ما تفاعلش. طيب الاولى نترات، هو اصلا بقول لك اتفاعل طلع غاز، لا هو مش هيتفاعل اصلا. طب كربونات ماشي يطلع سي او 2 غاز. نتريت هيطلع ان او تحول لان او 2. نترات ما تفعلش. تمشي الاجابه دي. طب تعالى هنا طلع غاز وهنا هيطلع ان او 2 لا. طب هنا هيطلع غاز، هيطلع غاز وراصب. هو قال لك غاز بس ما عادش فيه راصب. الاجابه رقم ب. خد بالك الحته دي، قال انه قال غاز بس ما عادش فيه راصب، ما ينفعش ياخد تصفيه كبريتات. وبعدين كمان حتى قال ملون كمان، احنا عاوزين دي تبقى ملونه ان او تحول ان 2 اللي في النص نتريت يعني. مثلا السؤال اللي بعده، ملح اكس تحط له HCl مخفف و H2S، يعني H2S في وجود HCl الاثنين مع بعض. يعني اكيد ده نحاس، لان انا بكشف عن نحاس باستخدام كبريتيد الهيدروجين وسط حمضي. طيب حاجه فيها نحاس يعني. اوكي، ولما حطينا ان اتش بوفره فلم يتفاعل في الحاله الاولى في اول حالتين، ولم ده ماشي، ولم يظهر راصب في الحاله الثالثه. اذا الكاتيون لم يظهر راصب في الحاله مين؟ الثالثه. طب كده في مشكله. بيقول لك يا باشا هو حط HCl و H2S على ملح اكس، حلو، ثم حط ان اتش بوفر فلما يتكون راصب في الحالتين. يعني لما حط ان اتش مع HCl ما كونش راصب،
والمحطه برضه H2S ما كانش راسب برضه. اذا الكاتيون والطلبه في الاخر حط NH ما كانش راسب، يبقى اكيد ما كانش عندنا غير ملح ألمونيوم. ملح ألمونيوم في الاختيار. اللي بعدها يمكن الكشف عن شقي كلوريد الكالسيوم بواسطه، يبقى انت عايز تكشف عن الكلوريد وعن الكالسيوم، يبقى انت عايز حاجه ترسب الكلور وترسب الكالسيوم. AgNO3 وNH طبعا غلط. طب هنا BB مع الكلور راسب، لكن HCl هناك هيتكون راسب؟ لا. طب AgNO3 وكبريتات صوديوم، شوف كده، فضه مع كلور يعمل راسب ابيض، وكالسيوم مع الكبريتات برضه راسب ابيض تنفع. شفنا على الشقين. هنا رصاص مع كلور راسب، لكن دي مش هيكون راسب، اختار رقم ب. في برضه من الافكار برضه مهمه في الامتحان يا معلم، المخطط. هيديك مخطط يطلع بقى غاز راسب لون، دي بتبقى مهمه قوي. مثال كده، ودي رابطه بالعضويه مثلا. FeCl3 كلوريد حديد ثلاثي مع حمض الكربوليك اللي هو الفينول، ادى لون بي. فينول مع FeCl3 اكيد لون بنفسجي. وFeCl3 مع AgNO3، الAg مع الCl هيطلع AgCl راسب ابيض. وFeCl3 مع محلول النشادر مع NH4OH هيطلع FeOH باي 3 راسب بني محمر. نقرا بقى السؤال. الA راسب اسود؟ لا ابيض. الB لون اصفر؟ لا بنفسجي. الC راسب ابيض مخضر؟ لا بني محمر. الA AgCl بيتحول الى بنفسجي في الضوء، دي اجابه صحيحه. شوف برضه مخطط كمان اهوت. حمض كبريتيك مخفف، خد بالك حمض كبريتيك مخفف زي حمض HCl مخفف في الفكره زي بعضها تقريبا، مع حاجه فيها كالسيوم عمل راسب ابيض، ومع ملح A عمل راسب وغاز، مع ملح C ادى غاز لونه بني محمر. حلو قوي كده. انت بتزقني ان C دهوت ملح نترات، دي اول حاجه عشان كلمه بني محمر دي. حلو. وطالما كالسيوم مع كبريتات يبقى هنا ده CaSO4 وده لونه ابيض وانا مغمض كده. حلو جميل. وحمض كبريتيك مخفف مع ملح ايه طلع غاز وراسب. غاز وراسب دي ما فيهاش خالص غير في السايكوبريتات، يبقى ده فيه سايكوبريتات. هتقول لي بس ده خاص ب HCl، ما هو HCl زي H2SO4 لما يكونوا دايل، فدي سايكوبريتات. طيب يبقى الغاز B ده اهو كاريه الرائحه، وغاز SO2 كاريه، لا مش كاريه، نفاذ. الملح C ده اهو، ملح C ده اهو سايكوبريتات، لا نترات. الراسب ألف أو ده لونه أبيض، لا لونه أصفر، كبريت لونه أصفر. الملح إيه؟ فين الملح إيه؟ ملح إيه ده أهو، هو يزيل لون اليود البنفسجي. غلط. يزيل لون اليود إيه؟ البني المحمر. يبقى إحنا هنعدل بس ده إيه عشان هو الإجابة تبقى صح يعني. هتبقى الإجابة عدل دي وخليها نترات، خلي دي نترات بس. ماشي؟ طيب فكرة فصل الأملاح عن بعضها، برضو فصل الأملاح عن بعضها دي معناها إن أنت واحد هيترسب والتاني لأ. هنا بيقول لا يمكن فصل نترات رصاص عن نترات بوتاسيوم باستخدام. مش هقدر أفصل باستخدام، مش هفصل بقى. حمض كبريتيك مع رصاص يعمل راسب، بوتاسيوم مش راسب، كده فصلت. HCl كلور مع رصاص راسب، كلور مع بوتاسيوم مش راسب، كده فصلت برضو. كلوريد صوديوم كلور مع رصاص راسب، بوتاسيوم مش راسب، كده برضو فصلت. لكن بيكربونات مع الرصاص مش راسب، مع بوتاسيوم مش راسب، اذا ما فصلتش اختار رقم د. يمكن فصل كالسيوم ورصاص باستخدام افصلهم عن بعض، يعني ارسب واحد واسيب التاني.
طب HCl مخفف ينفع، كالسيوم مع كلور مش هيكون راسب، كالسيوم مع رصاص راسب يعني ينفع. طب نترات لا، في الحالتين مش راسب ما ينفعش. طب كربونات في الحالتين راسب برضو ما ينفعش. طب كبريتات في الحالتين راسب برضو ما ينفعش. طيب يجي برضو من الافكار بتاع الامتحان الثاني اللي هو يسألك عن نواتج المعادله نفسها، يعني المعادله بقى انت عارفها خصوصا دي موجوده في المفاهيم، ويسألك عن اللي بيحصل في المعادله نفسها. يختفي لون برمنجانات بوتاسيوم عند اضافتها الى مين؟ كبريتات حديد 2 ونترات حديد 3. طبعا خد بالك البرمنجانات دي ماده مؤكسده، فعشان يختفي لونها لازم أن تكون بتتفاعل مع ماده قبل الاكسده. حديد 2 بيتاكسد ماشي، لكن حديد 3 لا يتاكسد يبقى لا. طيب كبريتات حديد 3 ونترات حديد 2 برضو ما ينفعش، ده هيتاكسد ده مش هيتاكسد مش هينفع. طيب نتريت ونترات، نتريت اللون يختفي، نترات مش هيختفي. طب نترات وكلوريد، نترات وكلوريد، نترات اللون مش هيختفي، والكلوريد حديد 2 مش دي حديد 3 قصدي. يبقى استنى هنا بقى معلش، دي حديد 2 يا جماعه، دي حديد 2 مش حديد 3. نتريت نتريت قبل الاكسده يبقى اللون يختفي، وحديد ثنائي قبل الاكسده اللون يختفي، يختفي في نتريت ويختفي في حديد ثنائي. اما هنا نترات وحديد ثلاثي لا يختفي. طيب في الحاله البنيه العامل المؤكسد هو نقط وتعتبر ويتغير على تساوي الان كام؟ طيب نكتب المعادله اصلا. المعادله بتقول ان NO3 زائد FeSO4 زائد H2SO4 بيطلع ان A2SO4 زائد Fe2SO4 باي 3 زائد ميه زائد NO. طبعا موزنها. المهم ال N داخله موجب 5 وخارجه موجب 2، حصل لها عمليه اختزال تبقى عامل مؤكسد. عامل ايه؟ مؤكسد. وقعد على المؤكسد يبقى نترات. حلو. وعدد تاكسه كان كام؟ كان 5 وخارج 2، يبقى تغير 1 بس، يبقى اقل 1. لا 5 بقى 2 يبقى فرق 3. فرق ايه؟ 3. 5 2 يبقى الفرق كام؟ 3. فاختار نترات الفلز والتغير هيبقى 3. هنا برضو انحلال حمض النيتريك HNO3 بتحول الى ميه وNO2 وO2. وانحلال حمض النيتروز HNO2 بتفك حمض النيتريك وميه وNO. السؤال بيقول لك ايه اللي بيحصل في عدد تأكسد؟ نحسب كده مع بعض. الN داخله هنا موجب 5 خارجه موجب 4، يبقى التغير 1. يجي هنا الN داخله موجب 3 خارجه في جزء موجب 5، الجزء الثاني موجب 2، يعني أكسدة واختزال ذاتية. 3 5 يعني الفرق 2، و3 2 يعني الفرق 1. يبقى هنا الفرق 1 وهنا الفرق 2 و1، يبقى 1 و2 و1. اختار رقم ب. تمام؟ حلوة. خش بقى معايا معلم شوية كده على أفكار تانية في المسائل. أول فكرة فكرة ترسيب. حاجة حطيت على حاجة تكون راسب ويدي كتلة الراسب ويبقى المجهول الجزء الثاني. هنا بيقول ملح MgX2 أذيب كذا جرام منه في 100 مللي مية وأضيف إليه وفرة من NaOH فتكون راسب كتلته علامة 1.31 جرام. عاوز العنصر X ده هيبقى مين؟ يا ترى هو فلور ولا يود ولا كلور ولا بروم؟ سهلة جدا.
نكتب المعادله كده ونشوف مع بعض. هي ام جي اكس 2 هتتفاعل مع ان اي او اتش فيطلع ام جي او اتش باي 2 زائد ان اي 2 اكس. توزن المعادله هنا في 2 طبعا. اي حاجه فيها صوديوم مش راسب اكيد ده الراسب، فالراسب ده معروف وانت عاوز وده معروف، عاوزين نعرف اكس دي قد ايه. طب نجيبها ازاي؟ علاقه بينهم وبين بعضهم. بيقول لك ان دي علامه 415 جرام، والراسب اللي اتكون علامه 131. طيب عاوزين نعرف الكتله الموليه بتاع ده. الام جي اتش اصلا باي 2 بكام؟ الام جي ب 24، وعندك ادي او 16 والاتش بواحد يعني 17. 17 في 2 ب 34. 34 و24 يبقى 58. وهنا س. عاوز اجيب بقى س طرفين وسطين، يبقى اضرب 58 في علامه 415 على علامه 131 تطلع كام تقريبا؟ 100 كام؟ 183 تقريبا. اوكي؟ طيب عاوزين ده مين بقى؟ ده وزن ام جي اكس 2. طيب ام جي اكس 2 ب 183. هنشيل الام جي منها، نشيل 24 منها حوالي 159 او 160 تقريبا يعني دي كان فيها 7 من 10 تقريبا، حوالي 160. اكس 2 160 يبقى الاكس بس ب 80. 80 يبقى انا عاوز الاختيار بتاع 80. انا عندي هنا اليود 127، الفلور 19، الكلور 35.5، اما البروم 80، فالاجابه هنا هيبقى بروم ام جي بي ار 2. ام جي بي ار 2. السؤال اللي بعده. عينه خلاص انسى، مالكش دعوه بيه، انسى دي بديها لك عشان تجيب النسبه في الاخر، مالكش دعوه بيها اصلا. حطينا عليها يا باشا هيدروكسيد صوديوم فتكون راسب ومديني كتلته. احسب نسبه الالومنيوم في العينه. ما تقعدش تلف وتدور كتير، طالما مدي الراسب عاوز عنصر خد الراسب مع العنصر وخلصنا. الراسب اهو ال او اتش باي 3 هاخده مع ال، خلصنا. نحسب كده الكتله الموليه. ال او اتش قلنا ب 17 في 3 ب 51. 51 زائد 27 يطلعوا 8 كم؟ 78 جرام، جواهم 27 جرام. حلو. يبقى العلامه 1 2 6 جواهم اكس جرام، عاوز اكس، يبقى اكس بتساوي 1 علامه 2 6 في 27 على 78 تطلع اكس بكام؟ علامه 0 4 تقريبا، بس انا مش عاوز ده انا عاوز النسبه تبقى علامه 0 4 مقسومه على عينه علامه 7 6 4 في 100 تطلع النسبه المئويه كام في المية؟ حوالي 5.7. تمام؟ خد بالك الراسب مع العنصر، راسب مع العنصر على طول. فكره النسبه المئويه برضه داخل عينه غير نقيه من الماء الجير، كتلتها 2 جرام. انسى مش دعوه دلوقتي خالص. عايرناها ب اتش ال 40 بلي نص مولاري. عاوز نسبه مين؟ الشوايب في العينه. نجيب الاول كتله ماء الجير نقي. المعادله بتقول سي اي او اتش باي 2 مع 2 اتش ال وتكمل معادله عادي. احنا عارفين القانون بتاعنا، الولاد الاول على المعامل بتاعه بيساوي الولاد الثاني على المعامل بتاعه. طيب حمض حجمه 4%، تركيزه نص على 2، اما القاعده كتلتها سي مجهوله على الكتله الموليه من سي اي او اتش باي 2. سي اي او اتش باي 2 عندنا 17 في 2 ب 34، 34 و40 يبقى 74، يبقى على 74 على 1
نضرب بقى دول في دول ونجيب السين. يبقى 4 من 100 في نص على 2 في 74 كم؟ فسين طالعه ب 74 من 100 جرام. انا مش عاوز دي برضو، انا عاوز النسبه، بس يعني نسبه الشوائب. يبقى الشوائب هتساوي نطرح 2 ناقص 7 على 2 في 100. 2 ناقص علامة 7 على 2 في 100 تطلع النسبة، تطلع رقم ألف 63%. ألف. خلاص، دي من الأسئلة المهمة أوي 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 هتيجي في الامتحان. فكرة تحديد نوع المحلول أثناء المعايرة. تحط حمض على قاعدة وعاوز تعرف مين المادة الزيادة أو تعرف مين الحمض أو محلول حمضي ولا قاعدي يعني. طيب هو حط 50 مللي حمض كبريتيك 2 من 10 مولاري على 100 مللي NaOH 10 مولاري. عاوز لون عباد الشمس يحصل له ايه؟ بص يا غالي، تكتب المعادله 2 NaOH مع H2SO4. هنجيب ده لوحده وده لوحده، MaVa على Na لوحدها وMbVb على Nb لوحدها، ونشوف مين اكتر. الحمض 5 من 100 هنضرب في 2 من 10 على 1، والقاعدة هتبقى 1 من 10 في 1 من 10 على 2. تطلع كام دي؟ تطلع 1 من 100. 1 من 100 ده الحمض، والقاعدة 5 في 10 أس 3 يعني 5 من 1000. كده يبقى الحمض أكتر، وسط حامضي. أنت حطيت عباد شمس بنفسجي في وسط حامضي، يبقى لونه أصفر ولا أزرق ولا أرجواني زي ما هو ولا أحمر؟ لا، الإجابة أحمر. يبقى أنا عملت إيه؟ شفت الحمض قد إيه والقاعدة قد إيه؟ لقيت الحمض أكتر، يعني هذا وسط حامضي. فكرة تخفيف المحاليل. حجم الماء اللازم إضافته اللي أنت هتضيفه إلى 200 مللي صودا كاوية 13 مولاري ليقل تركيزها إلى الثلث. هتضيف ميه قد ايه عشان التركيز يقل ايه؟ للثلث. طيب الحجم في التركيز قبل التخفيف بيساوي الحجم في التركيز بعد التخفيف. كان عندك 200 مللي تركيزهم 3 من 10، الحجم بقى كام؟ انا معرفش. تركيزه قل التلت، هي كان كام؟ 3 من 10 بقى 1 من 10. يبقى اقسم الرقم ده على 1 من 10 يطلع الحجم الكلي 600. تقوم سيادتك مختار رقم ألف، الإجابة غلط. اللي بيقول إيه؟ ما قالكش الحجم بقى كام؟ قالك ضفت مية قد إيه؟ خد بالك، ضفت مية قد إيه؟ مش الحجم بقى كام؟ الحجم كان كام؟ 200 وبقى 600، يبقى أنت ضفت 400. الإجابة ب. تاني واحدة 400 ده اللي ضفته. برضو ربط التخفيف بالمعايرة حتة مهمة أوي أوي. أضيف 200 مللي مية إلى 300 مللي من NaOH تركيزه نص مولاري. تعادل 20 مللي من هذا المحلول، يعني بعد ما خففته خدت منه 20 مللي، فعلتهم مع 20 مللي حمض كبريتيك. عاوز تركيز الحمض، يبقى الأول أجيب تركيز المادة بعد التخفيف. برضو الحجم في التركيز قبل التخفيف بيساوي الحجم في التركيز بعد التخفيف. أوكي، هو كان 200 ضفناه على كام؟ 300، يبقى الأصل 300 والتركيز كان نص. الحجم بقى كام؟ ما هو 200 زائد كام؟ 300 بقى 500. في التركيز مجهول، نقسم الرقم ده على 500. 300 في نص على 500 يطلع التركيز بتاع الحمض بتاع القلوي 3 من 10. حلو قوي. اخد بقى ده اشتغل بيه في المعايره. المعادله بتقول 2NaOH
مع حمض الكبريتيك. اوكي على طول. بالنسبه للحمض حجمه 20 وتركيزه مجهول على 1. القاعده تركيزها 3/10 وحجمه اللي اتفاعل 20 بس على 2، يبقى اضرب ده في ده على 2 واقسمهم على 20. شوف ام تطلع بكام. الجواب 15 من 100 مولاري. الحته دي مهمه قوي، ربط التخفيف بالمعايره سؤال مهم، سؤال مهم. فكره العامل المحدد او الماده المتوقيه، ودي برضو فكره حلوه قوي وبتيجي كتير في ويعتبر فات قبل كده، اللي هي دي نفس الفكره برضو، ما دي يعتبر عامل محدد. شوف كده، ضفنا 50 مللي كي او اتش نص مولر الى 20 مللي حمض الكبريتيك 10 مولر، فان اللون الازرق للبروموسيمول نقط وعدد المولات اللي هتتبقى نقط. طيب نكتب كده المعادله، نكتب المعادله وبعدين نشوف مين المحدد، مين اللي خلص ومين اللي اتبقى، والدنيا تبقى سهله ان شاء الله. حتى فاضي بس كده افضلكم كده ونكتبها تاني. بص يا باشا، المعادله بتقول 2 كي او اتش مع اتش 2 اس او 4. ضفنا 50 مللي كي او اتش، 50 مللي كي او اتش، يبقى نشوف دي كده اضرب 50 في 10 أس -3 في نص واقسم على 2 لوحدها تطلع كام؟ شوف كده مع بعض دي لوحدها، ونيجي على الحمض تاني، نيجي على الحمض 20 في 10 أس -3 في 1/10 على 1، ونشوف دي قد ايه ودي قد ايه. الاولانيه 50 في 10 أس -3 في نص على 2، ها تطلع كام؟ علامة 1 2 5 من 10,000 من 10,000. اوكي. الثانية 20 في 10 أس -3 في 1/10 على 1، يعني 2 من 1000. كده مين أكتر، الحمض ولا القاعدة؟ لا القاعدة أكتر، يعني الوسط هيبقى قاعدي، يعني أزرق بروموسيمول موجود في وسط إيه؟ قاعدي. أوكي، يعني القاعدة هي اللي زيادة. عايزين نعرف مين، طب اللي هيتبقى قد إيه منها؟ أطرح الكبير، واحد كبير ناقص الصغير في معامل المادة الزايدة. مين معامل المادة الزايدة؟ اللي هو 2. يبقى أنا هطرح 125 الرقم ده علامة 0 1 2 5 ناقص 2 من 1000 واضربه في 2 21 من 1000. 21 منين؟ من 1000. وسط قاعدي واللي جاي 21,000 مادة زيادة. يبقى عندنا لون أزرق بروموسيمول في وسط قاعدي لونه أزرق، وعندنا 21 من 1000 مول زيادة. ده اللي جايب رقم ج. فكرة المعايرة المزدوجة. يعني ايه معايرة مزدوجة؟ يعني يحط مادة على مادة وبعدين اللي يحطه يكون في منهم مادة زيادة شوية، فاضطر يحط مادة ثالثة عشان يكمل التفاعل. ودي أفكار حلوة قوي، بتبقى معايرتين مع بعض بس سهلة قوي. عينة غير نقية من الحجر الجيري 5 جرام، 5 جرام تحتوي على شوائب ماليش دعوة بيها دلوقتي. أضيف إليها 1/10 لتر من HCl 1 مولاري، ماشي، ولمعادلة الفائض من الحمض، يعني الحمض فيه زيادة، حطينا 60 مللي من NaOH تركيزه 10 مولاري.
فإن نسبة الشوائب في العينة قد إيه؟ طب نعمل إيه يا معلم؟ شوف لي كده الأول عدد مولات الحمض الأصلية كام؟ اللي أنت حاططها في أصل كام؟ اضرب 1/10 في 1 تطلع 1/10 مول. يبقى أنت كده كله 1/10 مول HCl، ده اللي أنت ضفته كله على بعضه. وتعالى هات لي عدد مولات الحمض اللي اتفاعلت مع NaOH. NaOH مع HCl، يبقى المولات دي على 1 بتساوي ال NaOH 6 من 100 في 1/10 على 1 بكام يا باشا؟ 6 من 1000 صح؟ 6 من 1000. طب 6 من 1000 دي مين؟ دي عدد مولات NaOH الحمض اللي اتفاعلت مع NaOH. لما اطرح ده هنا ازاي يطلع لي مين؟ يطلع لي عدد مولات الحمض اللي اتفاعلت مع الكربونات. اطرح لي بقى 1/10 ناقص 6 من 1000 يطلع لك كام مول HCl اتفاعلوا مع الكربونات؟ 94 من 1000. 94 من 1000 دول اتفاعلوا مع الكربونات من 1000. ومعاك بقى معادلة بين الكربونات وبين الحمض، بين الكربونات والحمض. CaCO3 مع 2HCl على طول. الحمض 94 من 1000 على 2 والكربونات مجهولة س على 100 كتلة المولية على 1. يبقى قاسم 94 من 1000 على 2 ونضربه في 100 يطلعوا كام جرام؟ 4/7 جرام. دي كتلة كربونات الكالسيوم نقية من غير شوائب. يبقى الشوائب كام في المية؟ أطرح 5 ناقص 4.7 تطلع 3 من 10. 3 من إيه؟ من 10. يبقى الشوائب كام في المية؟ 3 من 10 على 5%. الإجابة مش محتاجة لحد يا معلم، 6%. ما أنا شاطر أنا عارف. 6%. طيب يبقى بسرعة عملنا إيه؟ ضربنا حجم الحمض في تركيزه الأولاني طلع عدد مولات الحمض كلها. ثم جبنا عدد مولات الحمض اللي اتفاعلت مع NaOH طرحناهم من بعض طلع عدد المولات اللي اتفاعلت مع الكربونات. ومنها جبت الكتلة بتاع الكربونات طرحتها من العينة طلعت الشوائب. دي طريقة. في طريقة تانية ممكن أجيب حجم الحمض اللي اتفاعل مع NaOH وأطرح من حجم الحمض الأصلي يطلع حجم الحمض اللي اتفاعل مع الكربونات عادي. أو أشتغلها بالحجوم ماشي، أشتغلها بالمولات ماشي. شوف برضو فكرة حلوة قوي تيجي امتحان على طول باستمرار. هي مش بس فكرة حلوة، هي شائعة بس تيجي في امتحان. عينة 2/6 جرام كبريتات صوديوم متهدرة يعني فيها ميه، سخناها. اتبخر 1/2 جرام ميه. عاوز عدد مولات ماء التبلور، يعني عاوز اكس ده قد ايه؟ تمام؟ تعمل سعادتك ايه؟ تطرح كتلة العينة اللي فيها ميه ناقص الميه نفسها يطلع الكتلة الجافة. اطرح لي كده 2/6 اطرح كده معايا ناقص 1/2 تطلع 1/4 جرام. دي الكتلة بتاعة العينة الجافة. عاوز بجيب اكس بقى، نقولها ازاي على طول كده؟ نقول الواحد علامة 4 جرام جافة مرتبطة ب1/6 جرام مية. يبقى الكتلة المولية اللي هي 142 جرام مرتبطة بإكس تطلع إكس ب126 جرام. ده كتلة المية مش عدد مولاتها. عاوز بعدد مية يبقى قاسم 126 على 18 على الكتلة المولية تطلع كام؟ 7 مول مية. يبقى الجواب هيطلع 7 مول مية. يبقى الرمز Na2SO4 7H2. المسألة الثانية دي جت برضه في الاسترشادي مسألة شائعة معروفة برضه ودي مهمة شوية.
يرتبط 1 من 10 مول المركب ده مع 3 علامة 6 جرام ميه، فإن الكتلة المولية للملح متهدرت متهدرت كلها على بعضها متدهنة. عاوز الكتلة الذرية لعنصر ام، عاوز اعرف ام دي قد ايه. سهلة جدا. هو بيقول لك ايه؟ يرتبط 1 من 10 مول من الملح مع 3 علامة 6 جرام ميه. يبقى الواحد مول بيرتبط باكس جرام. عاوز اكس، يبقى 1 في 3 علامة 6 على 1 من 10 بكام يا باشا؟ كم؟ 36 جرام ميه. يعادلوا بقى كم مول؟ قاسم من 36 جرام دول 6 جرام دول على 18 يبقى 2 مول. 2 ايه؟ مول. كده معناه ان الرمز MCl2 2H2O 2H2O. بس هو قال الكتله بتاعته كله على بعضها ب 147، يعني ال MCl2 2 ميه كتلتهم ب 147. طب الام بكام؟ عوض يا معلم. ام مجهول زائد Cl2 71 زائد 2 ميه 36 ب 147. اطرح 147 ناقص دول 147 ناقص 71 36 تطلع ام ب 40. ام بكام؟ ب 40. 40 يعني عنصر اكيد الكالسيوم سي 40. فكره ربط التطاير بالمعايره. شوف بقى المساله دي مساله مهمه بتاعه التطاير دي. ربط التطاير بالمعايره. أذيب الرقم ده من كارب نقطة في الميه. أكمل المحلول إلى 500 ملي. تعادل 30 ملي من HCl 2 من 10 مولاري مع 25 ملي من المحلول السابق. عاوز قيمة X. تعال الأول نجيب التركيز بتاع كربونات الصوديوم. طيب Na2CO3 مع 2HCl بالنسبة للحمض اللي اتفاعل 3 من 100 لتر في تركيزه 2 من 10 على 2 بيساوي تركيز الباشا ده مجهول ام مجهولة، والحجم اللي اتفاعل 25 من 1000 على 1. اضرب يا معلم، اقسم دول على 25 من 1000 تطلع التركيز كام؟ كام؟ 12%. 12% مولاري ده تركيز Na2CO3. عاوز بقى كتلتها، يبقى كتلة Na2CO3 بتساوي التركيز في الكتلة المولية بتاعتها 106 في الحجم الكلي. خد بالك الكلي اللي هو 500 اللي هو 5 من 10 يعني، يطلع الكتلة بتاعتها كتلة Na2CO3 كافة من غير مية 6 علامة 3 6 دي الجافة. عايزين بقى المية، يبقى كتلة المية هتساوي 17 علامة 1 6 ناقص 6 علامة 3 6 بكام؟ 10 علامة 8 جرام دي المية. عاوز بقى كتلة الإكس، أقوم قايل ال6 علامة 3 6 مرتبطة ب 10 علامة 8 جرام مية، يبقى الكتلة المولية اللي هي 106 مرتبطة بإكس جرام مية. يبقى إكس بكام؟ 106 في 10 علامة 8 على 63 تطلع 180 تقريبا. 180 بالظبط. يبقى عدد المولات بتاعت المية 180 أقسمها على 18 تبقى 10 مول مية. يبقى الرمز Na2CO3 10 H2O اللي هي كربونات الصوديوم المائية. تمام؟ احنا كده خلصنا الفيديو الأولاني، جمعنا الباب الأول والباب الثاني، أهم أفكار البابين. ركز في الأفكار دي إن شاء الله، وربنا يوفقك يا رب بكرة في الامتحان، وأنا معاك برضو. وقبل الامتحان إن شاء الله على صفحة الفيس هفتح لايف بالليل
لاي حد عنده سؤال او عنده استفسار او عنده اي حاجه هرد عليه سواء عندي او مش عندي. مفتوح للكل ان شاء الله. بالتوفيق يا ولاد، يلا بقى.